اهلا بيكم في وعينا امان مع شريف المصري. النهارده عايزين نتكلم. انت نفسك تعمل مشروع، انت نفسك المشروع ده يكسب، امكانياتك قليله مش كتير، ما عندكش فكره مشروع جاهزه، ما عندكش مكان، ما عندكش امكانيه ماديه تكفي انك تبدا المشروع، ما عندكش خبره في المشروع. هو ده موضوعنا النهارده. موضوعنا النهارده بيتكلم على رياده الاعمال، وفي فرق كبير بين رياده الاعمال وبين رجل الاعمال. الفرق بينهم كتير قوي، لكن الاول لازم نتكلم على حاجه: المخاطره. المخاطره هنا هي المخاطره المحسوبه. يعني ايه مخاطره محسوبه؟ بابسط الكلمات هي المخاطره اللي انت ممكن تقدر تتحملها. يعني انت بتفكر الاول ان انا لو كسبت هعمل ايه؟ هصرف الفلوس ازاي؟ هطور شغلي ازاي؟ طب لو احنا 3 شركاء، لو احنا 2 شركاء، هيبقى النسبه النص والنص او التلت والتلتين حسب ما الاتفاق بتاع الشركاء يعني. لكن ما بنحسبش طب احنا لو خسرنا هنقدر نتحمل الخساره ولا لا؟ قادرين على تحمل الخساره ولا لا؟ ايه المشروع اللي لما نعمله والله لا يقدر خسرنا فيه احنا ما نرجعش نبدا من ورا خالص، ما نرجعش نبدا بالصفر؟ لا، نستفاد من الخبره اللي احنا وصلنا لها ونقدر نبدا تاني ونقدر نكمل تاني، وهيبقى استفدنا خبره بالحاجات اللي احنا خسرناها. طيب، هو انا عندي امكانيه ان انا اخسر ايه؟ فلوس ولا وقت ولا خبره ولا مجهود ولا تفكير؟ هو ده اللي هنتكلم فيه في رياده الاعمال. ازاي الابتكار؟ وايه الفرق بين الابتكار والابداع؟ هما الاثنين زي بعض؟ الابتكار زي الابداع؟ طيب، هي رياده الاعمال دي حاجه حقيقيه وبجد. في بعض المشاريع اتعملت عندنا بفكره الابتكار والابداع او الابداع. زي مثلا هنتكلم على في مشاريع كتير ان انت زي اوبر، زي كريم، زي ديدي، زي غيرهم كتير. احد المشاريع دي هو كان ابتكار، واحد المشاريع دي كان ابداع، واحد المشاريع دي كان رجل اعمال، واحد المشاريع دي كان رياده اعمال. اللي بدأ الاول فيهم، اللي بدأ الاول بالفكره وهو اللي بدأ يعملها وابدع فيها. ابدع فيها بمعنى ايه؟ احنا كنا متعودين ننزل الشارع، نطلع على اول الشارع مثلا شارع عمومي عشان نبدا نشاور لتاكسي او اي نوع من انواع المواصلات. النهارده الموضوع اتغير، انت بتبقى قاعد في بيتك من عن طريق الابلكيشن، بتطلب العربيه تجيلك لحد عندك، العربيه بتيجي تاخدك وبتحدد لها المشروع والمشوار بتاعك، انت رايح فين، وبتعرف التكلفه وبتقدر تعرف كل حاجه. هو ده الابداع، عكس الطبيعي، عكس اللي احنا متعودين عليه. هو عكس الفكره الطبيعيه اللي احنا متعودين عليها، فبقى نوع من انواع الابداع والابتكار في نفس الوقت. الابتكار انه ابتكر فكره ما كانتش موجوده، والابداع ان هو حل لك مشكله كانت عندك. انت بتبقى نازل يمكن الاقي ويمكن ما الاقيش تاكسي، يمكن اقف نص ساعه ويمكن اقف 5 دقائق. هيقول لي كام، هتقاول معاه الاول، اتفق معاه هتاخد مني كام ولا مش هتفق معاه واروح وخلاص كده. فده كده حل المشكله. احدهم مبتكر ومبدع، مين اللي بدا الاول؟ طيب والتاني؟ الاولاني ده اللي بدا الاول هو بيتسمى ان هو رياده اعمال، لكن اللي بدا المرحله الثانيه منها هو رجل اعمال، ان المشروع موجود وشغال وناجح وهو عايز يخش في سوق المنافسه، ده موضوع تاني بقى، لكن المشروع اصلا موجود. يبقى عندنا فرق بين رياده الاعمال ورجل الاعمال. طيب، هو انا النهارده بتكلم علشان احنا لما نيجي نعمل رياده اعمال، هعمل مشروع كبير زي ده، عايز تكلفه وعايز مجهود وعايز خبره، بعضها وبعضها لا. ايه اللي وايه اللي لا؟ ده اللي هنقوله خلال دورتنا في موضوع رياده الاعمال. اتمنى تكونوا متابعينا، واتمنى تكونوا مركزين في اللي احنا بنقوله. موضوع هيفيدنا كلنا وكلنا محتاجينه دلوقتي، خصوصا واحنا هنشغل ايد عامله. هشغل صحابي، هشغل ناس ما اعرفهمش، هشغل قرايبي، هنبقى مجموعه شغالين مع بعض، بدل ما جزء منهم مش شغال وجزء تاني شغال في شغلانه مش بيحبها. لا، احنا هنركز في كل الحاجات دي مع بعض. وان شاء الله تابعونا علشان الحلقات والدوره الخاصه برياده الاعمال. كان معاكم شريف المصري، متشكر جدا.